بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذنك يا رب الفيديو بتاعنا سهل ان شاء الله وخفيف بإذنك يا رب. هنعمله مع بعض القرص المبسوسة بتاعت أهالينا بتاعت زمان. بس قبل ما ما نخش على الفيديو، ما تنسوش تنزلوا تحطوا لي لايك وتشتركوا لي في القناة وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم يا أغلى اخوات. تمام يا حبايبي، أنا هنا معايا شمر على ينسون. بحب كده احمصهم، لما بتحمصيهم على نار هادية جدا بيدوا طعم جميل كده وبيدوا نكهة حلوة للقرصة بتاعتك. تمام يا حبايبي. ومعلومة يا بنات، الشمر واليانسون معلش حاولي تنقيهم تنقية كويسة عشان بيبقى ساعات فيهم زلط صغير. تمام. وكان معايا هنا السمنة حطاها تقدح على النار، وكمان من الحليب بتاعي كنت بغليه. تمام يا حبايبي. هنا معايا كيلو حليب، كيلو دقيق. حطيت عليه ايه في كيلو دقيق ده؟ معلقة ريحة كحك، معلقة صغيرة ريحة كحك. هنا حطيت معلقة كبيرة من الشمر واليانسون المطحونين. حطيت هنا ريحة السمنة البلدي. ريحة السمنة البلدي، لو انت عاملة القرص بتاعتك بسمنة بلدي بلاش تحطي بقى ريحة السمنة. حطيت هنا كان عندي كام نقطة كده من ريحة الموز، حبيت برضو ايه احطهم. وبرضو حطيت رشة ملح بس هي ما ظهرتش معايا. يبقى انا حطيت كيلو دقيق، 3 معالق سمسم متحمص. حطيت معلقة كبيرة من الشمر واليانسون المطحونين. حطيت معلقة صغيرة من ريحة الكحك. هنا بقى نزلت بكوبايتين سمنة مقدوحة زي ما انتوا شايفين. آه السمنة لما تقدحيها في يعني في الكحك او القرص المبسوسة، لو انت عاملة كميات كبيرة بتساعد الحاجة ان عمرها يبقى اطول ايه بكتير. اما انت لو عملتي الحاجة على البارد يعني اخرها بتبقى اسبوع او اسبوعين. بس الطريقة دي يا بنات بتبقى جميلة والله بجد، بتدي طعم وريحة حكاية بجد. السمنة لما بتتقدح في الكحك او البسكوت بتظهر يعني الطعم كله اللي في الحاجة، في الدقيق وفي الحاجة بتخلي طعمهم جميل. تمام. كان معايا هنا كمان حوالي ربع كوباية زيت نزلت بيهم. هنا بقى هقلب بقى الدقيق في الخليط اللي احنا حطيناه في السمنة والتوابل اللي احنا حطيناها، الروايح اللي احنا حطيناها قصدي في الدقيق. هسيبهم كده يهدوا شوية لما يبردوا لغاية لما ايدي تتحملهم. تمام يا حبايبي. هنا بقى معايا كوباية حليب ونص كوباية مية. هدوب فيهم 3 معالق كبار من السكر، من 3 معالق ل4 معالق على حسب انت ما بتحبي القرصة بتاعتك مسكرة ازاي. هدوبهم والحليب بتاعي سخن. تمام يا حبايبي. وبعد كده هستنى ان الحليب بتاعي يهدى عشان الخميرة بتاعتي ما تبص. تمام. بس انا ايه قلت والحليب سخن كده ادوب السكر. لو انتي عندك سكر بودرة ممكن تستغني عن الحركة دي وتحطي السكر البودرة في قلب الايه الدقيق. هنا الحليب بتاعي انا اختبرته لقيته دفى معايا. نزلت بكيس خميرة فورية، او ممكن تنزلي بقطع خميرة بيرة على حسب المتاح عندك. تمام. هتدوبيهم بقى كويس وهتركنيهم شوية على جنب لغاية لما الخميرة بتاعتك تتفاعل. تمام يا حبايبي. صليتوا بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقى الخليط بتاع الدقيق بتاعي بيرد اهو زي ما انتوا شايفين. هتبدأي بقى تبسي العجين كويس جدا جدا لغاية بصوا العجينة قدامك اهي، يعني تعتبر ناشفة. هتني بقى تدعكيها كده في ايديكي زي ما انت شايفة كده، وتبسيها كويس لغاية لما العجينة بتاعتك تنعم وتطرى وتبقى زي الملبن تحت ايديكي. تمام يا حبايبي. الحركة دي بتدي نتيجة كويسة جدا 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 في القرصة. بصوا لون العجينة تحفة تحفة تحفة. بصوا بدأت تنعم معايا وتطرى ازاي. كل ما بتبسي فيها كل ما بتديكي نتيجة احسن واحسن. هنا بقى بسيت فيها بصوا والعجينة بقت ما شاء الله معايا طرية. هنبدأ بقى ننزل بالخليط اللي معايا. يبقى على كيلو دقيق هحط حوالي كوباية ونص من السوائل. لا، هتنزلي بيهم حبة بحبة وتعملي اختبار للايه للعجينة بتاعتك. لو القرصة بتاعتك جيتي كورتيها وما شققتش منك يبقى هي كده ايه مظبوطة. طب لو لقيتيها شققت حطي حبة، يعني حطي السوائل حبة بحبة. وهنا بقى ما تعجنيش، لو عجنتي في كتير في العجينة حتى القرصة بتاعتك هتعضم منك مش هتبقى حلوة. هنا يا دوبك انتي بتشربي العجينة بتاعتك في الايه في المواد السائلة، يا دوبك بصي بتشربيها
عجينة القرص والكحك او اي نواعم من نواعم العيد بتحب تبقى عجينة بتقطم كده، علشان خاطر تبقى بدايبة كده دف بقك. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه، بجيب العجينة كده بشربها من السوائل بتاعتها، مش بعجن ولا بلت العجينة يعني بصوا العجينة بجد بجد كانت ريحتها حكاية والله، كانت وهمة. بصوا بدأت ايدي هتنضف مكان العجن، وبدأت الطبق اللي انا بعجن فيه ينضف اهو زي ما انتوا شايفين، وبدأت العجينة تلم اهي، وتبقى ايه يعني تبقى مظبوطة يعني تبقى مظبوطة وجميلة. بصوا هتبدأي تنضفي كده الطبق بتاعك وهتعملي اختبار العجينة. لو لقيت العجينة بتاعتك اتكورت وما شققتش يبقى هي كده تمام خلاص، مش محتاجة ايه سوايل لا. بصي دلكي العجينة بين ايديكي كده وشوفيها. بصوا خلاص ما بقاش فيها تشققات، ومية مية. هتسيبيها بقى ترتاح حبة وبعد كده تبدأي تشكليها. هنا بقى معايا صينية مش مدهونة اي حاجة، لان ما شاء الله العجينة فيها كمية دهان مناسبة. هنا بقى هتعملي ايه، هتدلكي العجينة زي ما انت شايفاها كده بين ايديكي، لو عايزة تحشيها عجوة انا هحشي حتة صغيرة عجوة. اما الباقي انا عملته سادة، يا دوبك هتكوريها زي ما انتوا شايفين كده بسيط، وهتبطيها بطة صغننة، يعني مش ما تعملهاش جامد عشان ما تنشفش منك، ما تبططهاش جامد. براحة ايديكي كده ايه بطة صغيرة كده بتساوي القرصة بتاعتك بس. عايزة تكبري القرصة كبريها، عايزة تصغريها زي ما انا مصغراها كده براحتك، بس هو الحجم ده مناسب. وخلي ما بين كل قرصة والتانية مسافة عشان دي لسه هتخمر. بصوا يا دوبك بتساوي بس ايه شكل القرصة بتاعتك. هنا بقى ايه خليت حتة عجينة كده ايه اعمل كام واحدة لولادي بالعجوة. عملت كده حفرة كده في العجين زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليها بالعجوة كده في النص، وعفلتها ايه شبه بصوا من القطفاية كده. اقفلي العجين كويس عشان العجوة بتاعتك ما تطلعش، وارجعي ايه كوريها هتبقى جميلة. بصوا هتبقى القرصة العجوة ايه في العجوة في كل القرصة، يعني مش حتة فيها عجوة وحتة لا. الطريقة دي بتخلي يعني وانتي بتقطمي القرصة بتبقى كل حتة فيها عجوة. بصوا بجد كانت حكاية، مقاديرها مظبوطة جدا، ريحتها كانت قلب الشارع بجد بجد بجد. والله والله ولادي جايين من الدرس قالك يا ماما الريحة قلبة الدنيا تحت. الطريقة جميلة والقرص طالعة تحفة تحفة تحفة، وطعمها وقت جميل جدا. اعملوها على طريقتي والله ما هتندموا. لو انتي حابة تبقى دي ناعمة، لو انتي حباها قرص مظبوطة حط لها على كل كيلو كوبايتين سمنة بس. بصوا بقى انا هنا حبيت بس ايه قد شكل اللي هي القرص ام عجوة، فحبيت اخرمها كام خرم كده بالشوكة للشكل مش اكتر. هتسيبيها بقى تخمر شوية ايه حوالي نص ساعة. وبعد كده ايه بالنسبة بقى للتسوية بعد ما تخمر شغلي الفرن يسخن حوالي 10 دقايق، وابدأي بقى على نار هادية جدا جدا جدا، يعني النار تكون هادية جدا، لان القرص المبسوسة بتحب النار الهادية عشان تستوي ايه وتبقى جميلة. بصوا بقى هنا بسم الله ما شاء الله الكيلو رمى معايا كمية جميلة. بصوا النار هنا معايا نار الفرن هاديه جدا. طب لو انت شغال على الفرن البوتاجاز هتشغليه زي ما قلت لكم حوالي 10 دقايق، وهترفعي الشبكه بتاعتك في النص، وهتوطي النار خالص لتحت، وهتدخلي القرص بتاعتك لما تاخد لون من تحت هتطفي الفرن من تحت، وهتشغلي الشوايه برضو على نار هاديه تاخد اللون بتاعها ايه الحلو. تمام يا حبايبي. هنا بقى هنبدأ ندخل القرص زي ما انتوا شايفين على نار هاديه، هتقعد حوالي 10 دقايق بس. ما بين كل فترة والتانية امسكي الصينية بتاعتك قلبيها عشان ايه تاخد لون موحد. هنا بقى بسم الله ما شاء الله القرص بتاعتي كانت دايبة دوب، كانت جميلة جدا، وريحتها كانت جميلة وكانت تحفة تحفة تحفة. هنبدأ بقى نرصها في الاطباق بتاعتها، وبألف هنا وشفا للي كلها. هو اللي كان طالبها كان طالبها سادة مش محشية حاجة. بصوا واخدة لون تحفة تحفة تحفة.
انا بالنسبه للكميه دي انا نقلتها في طبق تاني عشان ايه لما اجي اغلفها ما تتكسرش مني. بصوا واخده لون من القعر ومن الوش جميل جدا، لون موحد وجميل. بصوا من القرص بقى هشه جدا 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 مفرغه. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله، واخده لون جميل، لون السمنه يعطيها لون جميل جدا، ريحتها كانت جميله جدا. بصوا المنظر عامل ازاي، حاجه كده يعني تحفه تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده بصوا دايبه دايبه. بصوا ناعمه وجميله. بصوا من يعني يعني هشه قد ايه، تحفه. هنا بقى برضو معايا الصينيه اللي انا حشيتها عجوه زي ما قلت لكم. بصوا شكلها تحفه. التخريمات دي يعني لما خرمتها بالشوكه عطيها شكل جميل ازاي. بصي بقى تبقى جميله جدا في الفطار او العشاء، مع كوبايه شاي لبن، مع كوبايه شاي، تبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. وجبه خفيفه كده ما بين الفطار والغدا، يعني حاجه كده وهم. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا بحب اللون ده على فكره، بالذات في القرص بحب اللون ده. بصوا من العجوه ماليه ماليه القرصه، مفيش حته ما فيهاش عجوه، حاجه كده تحفه 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 تحفه. بصوا يا بنات، انا يعني اللي بتشتغل زيي وبتطلع اوردرات، لازم 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 قبل ما تطلع حاجه يعني اوردرات تبقى عامله حساب ولادها في، يعني ان شاء الله في كام واحده. ليه؟ عشان الولاد ما تبصش لايه للحاجه. تمام. انا هنا بقى كنت خلصت خلاص كميه القرص بتاعتي، وكمان كنت عامله قرص طريه برضو عبيتها. وكده بقى الفيديو بتاعي ايه يكون خلص. ولو عجبك الفيديو